التاريخ على الدرس التمهيدي أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. واللي ما شافش الفيديو الشرح هيلاقيه في صندوق الوصف وفي نهاية الفيديو. نبدأ بالسؤال الأول. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة مما بين القوسين. جايب لي كلمات الاختيار: مصر، الهند، النابغة الزبيان، اليهودية، عكاظ، اليمن، ذي المجاز، شرب الخمر، الشام، الزواحف، والبنات، المسيحية. السؤال الأول: كثرت العبادات في نقط وكانوا يقدسون البقر ونقط. يبقى كثرت العبادات في الهند وكانوا يقدسون البقر والزواحف. خد بالك. سؤال رقم 2: انتشرت الديانة نقط والديانة نقط في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. انتشرت الديانة اليهودية والديانة المسيحية في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. سؤال رقم 3: كان أهل مكة يقومون برحلة الشتاء إلى بلاد نقط ورحلة الصيف إلى بلاد نقط. كانوا يقومون برحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. خلي بالك وركز معاي وحل معاي الأسئلة نحلوها مع بعض. رقم 4: من أشهر أسواق العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام نقط ونقط. أيوة، عكاظ وذي المجاز. برافو عليك. سؤال رقم 5: من أشهر شعراء العرب قبل ظهور الإسلام. أيوة، النابغة الزبيان. سؤال رقم 6: انتشرت بعض العادات السلبية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مثل نقط ونقط. أيوة، وأد البنات وشرب الخمر. وأد البنات اللي هو إيه؟ دفن البنات أحياء زي ما نحن شرحناه في الدرس. وشرب الخمر. السؤال رقم 2: اختار من المجموعة ب ما يناسب المجموعة أ. رقم 1: احتل الروم. أيوة، هتاخد إيه؟ ب اللي هي مصر وبلاد الشام. رقم 2: احتل الفرس. أيوة، ركز معاي. هتاخد رقم ج العراق وبلاد اليمن. سؤال رقم 3: تقع مدينتا مكة ويثرب فين؟ خد بالك. هتاخد ه غرب شبه الجزيرة العربية. سؤال رقم 4: قامت الحيرة والغساسنة هتاخد واو اللي هي شمال شبه الجزيرة العربية. سؤال رقم 5: قامت معين وسبأ وحمير أيوة، تاخد ألف جنوب شبه الجزيرة العربية. السؤال رقم 3: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. سؤال رقم 1: احتلت دولة الروم بلاد اليمن والعراق. خطأ. أيوة، مش دولة الروم، دولة الفرس. سؤال رقم 2: من أشهر ممالك شمال شبه الجزيرة العربية سبأ وحمير ومعين. أيوة، مش شمال، جنوب شبه الجزيرة العربية. انتشرت الديانة المسيحية بدولة الفرس. خطأ، هي بدولة الروم. سؤال رقم 4: كانت شبه الجزيرة العربية
مهدا لكثير من الأنبياء. برافو عليك، صواب. سؤال رقم 5. عرف أهل شبه الجزيرة العربية عبادة الأصنام قبل دين إبراهيم عليه السلام. خلي بالك، خطأ، بعد دين إبراهيم عليه السلام. سؤال رقم 6. كانت حرفة الزراعة هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية. برافو عليك، خطأ، حرفة الرعي مش حرفة الزراعة. سؤال رقم 7. كانت أسواق العرب قبل الإسلام ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء. برافو عليك، صواب. سؤال رقم 8. انقسم المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام إلى بدو وحضر. برافو عليك، صواب. سؤال رقم 9. حظيت بعض النساء بمكانة متميزة في المجتمع العربي قبل الإسلام. صواب. سؤال رقم 4. اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. سؤال رقم 1. عبادة الله الواحد الأحد على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. برافو عليك، الحنيفية. سؤال رقم 2. نظام سياسي ساد في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. برافو عليك، النظام القبلي. سؤال رقم 3. من أشهر قبائل العرب قبل الإسلام وكانت تسكن مكة قبيلة قريش. سؤال رقم 4. مدينة اشتهر سكانها بالتجارة في شبه الجزيرة العربية. برافو عليك، مكة. سؤال رقم 5. بما تفسر. سؤال رقم 1. كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة، ولكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد بها. سؤال رقم 2. المكانة التجارية المتميزة لأهل مكة قبل الإسلام، لأنهم كانوا يقومون بتنظيم رحلتين تجاريتين، هما رحلة الشتاء لبلاد اليمن ورحلة الصيف لبلاد الشام. سؤال رقم 3. بما تفسر. شهرة سوقي عكاظ وذي المجاز في شبه الجزيرة العربية، لأنها كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء وليست للتجارة فقط، ومنها سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. سؤال رقم 4. بما تفسر حاجة العالم إلى مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. برافو عليك، لكي يرشد الناس إلى عبادة الله الواحد، ينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. سؤال رقم 6. ما النتائج التي ترتبت على 1. تعدد الأنبياء في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. بقول له النتائج ترتب على ذلك معرفة أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله. رقم 2. سيادة طابع البداوة وندرة الأمطار في شبه الجزيرة العربية، أدى ذلك إلى أنه أصبح الرعي الحرفة السائدة. 2. قلة مناطق الزراعة. سؤال رقم 7. ماذا كان يحدث إذا لم يقم أهل مكة برحلتين الشتاء والصيف؟ لن يكون لأهل مكة تلك المكانة التجارية التي اشتهرت بها في شبه الجزيرة العربية. سؤال رقم 2. اقتصرت الأسواق عند العرب قبل الإسلام على التجارة فقط.
لن تصبح أسواق العرب قبل الإسلام ميدانا للتنافس بين الشعراء والخطباء. هنخش على السؤال رقم 8. قارن بين دولة الفرس ودولة الروم، البلاد العربية التي احتلوها، والديانات والعبادات السائدة فيها. هناخد دولة الفرس، البلاد التي احتلوها هي العراق واليمن، الديانات والعبادات السائدة فيها كثرت فيها العبادات الوثنية. أما دولة الروم، البلاد العربية التي احتلوها مصر وبلاد الشام، والديانات والعبادات السائدة فيها اعترفت بالمسيحية دينا رسميا للبلاد. السؤال رقم 9. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. السؤال رقم 1. كانت شبه الجزيرة العربية أرض الحضارات ومهد الكثير من الأنبياء، حيث قامت فيها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وقوم ثمود، وكانت مهدا لكثير من الأنبياء مثل هود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. رقم 2. تعددت العبادات والديانات في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية: الحنيفية دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. عبادة الأصنام ظهرت بعد الحنيفية واتخذت كل قبيلة صنم تعبده. اليهودية دين سيدنا موسى عليه السلام. والمسيحية دين سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. سؤال رقم 3. اتصف العرب بالأخلاق الحميدة كما كان لديهم بعض العادات السيئة، حيث كان للعرب أخلاق حميدة مثل الشجاعة والكرم والوفاء بالعهد وحماية الجار والصبر والعفو عند المقدرة. أما العادات السيئة مثل وأد البنات اللي هم دفنهم أحياء، وشرب الخمر، ولعب الميسر اللي هو القمار، والأخذ بالصبر. أسئلة لقياس مدى الفهم والتطبيق. سؤال رقم 10. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. سؤال رقم 1. اهتم الرومان بالسيطرة على اليمن والعراق، ولا حوض البحر المتوسط، ولا شبه الجزيرة العربية، ولا شرق أفريقيا؟ خلي بالك وركز معاي وجاوب معاي. اهتم الرومان بالسيطرة على حوض البحر المتوسط. برافو عليك، ماشي. سؤال رقم 2. ظهر النظام الملكي في الحكم في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية في الشمال والغرب، ولا الجنوب والغرب، ولا الشمال والشرق، ولا الجنوب والشمال؟ تمام، الجنوب والشمال. سؤال رقم 3. أي من العبادات التالية كانت محدودة الانتشار في شبه الجزيرة العربية؟ اليهودية والمسيحية، ولا الحنيفية والمسيحية، ولا الأصنام واليهودية، ولا الأصنام والمسيحية؟ اليهودية والمسيحية، برافو عليك. سؤال رقم 4. اتجهت الرحلات التجارية بين مكة وجيرانها جهتي الشمال والغرب، ولا الجنوب والغرب، ولا الشمال والجنوب، ولا الجنوب والشرق؟ أيوة، الشمال والجنوب. سؤال رقم 11. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. سؤال رقم 1. سيطر الفرس على مناطق عربية متباعدة، حيث سيطر الفرس على بلاد العراق في شمال شبه الجزيرة العربية، وبلاد اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية. سؤال رقم 2. دلل تاريخيا على صحة العبارة. كان للأسواق في مكة وظائف متعددة. ركز وخلي بالك معي. حيث كانت مكانا للتجارة
بالإضافة إلى أنها كانت ميدانا للتنافس بين الشعراء والخطباء. سؤال رقم 12: حدد سبب سيادة حرفة الرعي في شبه الجزيرة العربية. لأن شبه الجزيرة العربية منطقة صحراوية نادرة الأمطار. سؤال رقم 13: حدد أوجه التناقض بين أخلاق العرب قبل الإسلام وبعض العادات التي انتشرت بينهم، حيث كان لديهم بعض الأخلاق الحميدة مثل الشجاعة والكرم والوفاء بالعهد وحماية الجار والصبر والعفو عند المقدرة، في حين أن كان لديهم بعض العادات السيئة مثل وأد البنات، شرب الخمر، لعب الميسر، الأخذ بالصقر. حل الامتحان ده مع بعض. سؤال رقم 1: ألف، اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. 1: دولة اعترفت بالمسيحية دينا رسميا للبلاد واحتلت بلاد الشام. دولة، برافو عليك، دولة الروم. سؤال رقم 2: من أشهر شعراء العرب قبل ظهور الإسلام. تمام، النابغة الزبيان، برافو عليك. سؤال رقم 3: من أشهر القبائل التي سكنت مكة قبل الإسلام. برافو عليك، قريش. ب، دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. سؤال رقم 1: كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء. قامت فيها حضارة قديمة مثل حضارة قوم عاد وقوم سد. كانت مهدا لكثير من الأنبياء مثل هود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. سؤال رقم 2: دلل تاريخيا على صحة العبارة. كان للعرب قبل الإسلام صفات حميدة رغم وجود بعض العادات السيئة، حيث كان العرب الأخلاق الحميدة مثل الشجاعة والكرم والوفاء بالعهد وحماية الجار والصبر والعفو عند المقدرة. أما العادات السيئة مثل وأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر والأخذ بالصقر. سؤال رقم 2: ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. سؤال رقم 1: احتلت دولة الروم بعض البلاد العربية مثل، جايب الاختيارات 4: مصر، العراق، اليمن، الهند. برافو عليك، مصر. سؤال رقم 2: قامت في شمال شبه الجزيرة العربية مملكة سبأ، معين، حمير، الغساسنة. برافو عليك، الغساسنة. سؤال رقم 3: كان أهل نقط أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية، يثرب ولا مكة ولا الحيرة ولا الغساسنة؟ مكة، برافو عليك. ب، لم تكن أسواق العرب للتجارة فقط. في ضوء هذه العبارة وضح أشهر أسواق العرب قبل الإسلام وأهميتها. أشهر الأسواق عكاظ وذي المجاز. أهميتها كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء وليست للتجارة فقط. سؤال رقم 3: ألف، صوب ما تحته خط. سؤال رقم 1: قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كانت بلاد الشام خاضعة لدولة الفرس. قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كانت بلاد العراق خاضعة لدولة الفرس. سؤال رقم 2: كانت حرفة الزراعة الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية. لا، كان ايه؟ مش الزراعة، الرعي. سؤال رقم 3: كان النظام السياسي السائد في شبه الجزيرة العربية هو النظام الملكي. لا، كان النظام القبلي. بما تفسر كان العالم في حاجة إلى مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يرشد الناس إلى عبادة الله الواحد
وينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. وبكده قمنا بتغطية كاملة على الدرس بالكامل اللي هو درس التمهيدي أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات الشرح والأسئلة. بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.